مرحبا بكم معنا. اليوم غادي نحاولوا نفكوا واحد الموضوع مهم بزاف كيتعلق بالتجارة الإلكترونية هنا في المغرب، وبالضبط كيفاش كنتواصلوا مع الباعة فاش كنبغيو نشريو شي حاجة من الانترنت. إيه. راه عندنا واحد المصدر كيهضر على شي أغلاط شائعة كنديروها زعما بلا ما نحسوا، وغادي نشوفوا كيفاش هاد الشيء كيقدر يأثر على التجربة ديالنا وديالهم. فعلا هاد المصدر بحال اللي كيعطينا شي قواعد واخا ماشي مكتوبة ديال كيفاش نهضروا فاش نشريو من الانترنت. والمثير للاهتمام هو تركيزه على الفعالية. فهمتي كيفاش شي عادات عندنا في الهضرة العادية ممكن ما تناسبش مع السرعة اللي كيطلبها البيع والشراء الرقمي. تماما، بحال دوك التفاصيل الصغيرة اللي عندها تأثير كبير ياك؟ هذيك هي تفاصيل صغيرة ولكن كتأثر بزاف. اوكي، اول حاجه زعما شداتني في المصدر هي البدايه ديال المحادثه. جوج نقاط مهمه. الاولى هي كثره لي زابيل في واتساب، بنادم كيبقى يصوني بزاف بلا قياس. هادي كاينة. والثانيه وهي اللي كتوقع بزاف، هي ديك الطريقه ديال السلام اللي ماشي عمليه. بنادم يصيفط السلام عليكم ويبقى يتسنى الجواب عاد يكمل السؤال ديالو. إياه، وهذه المصدر كيربطها بالفعالية اللي هضرنا عليها. كيقول لك البائع عنده ميساجات بزاف مضغوط، فاش كتصيفط السلام وتجلس تسنى يعني كتضيع عليه الوقت وكتضيعو حتى انت راسك. وحتى ديك بخير والحمد لله، واخا هي من الادب ديالنا، ولكن في هذا السياق كتعطل الموضوع الاصلي. بالضبط، ماشي قضية تكبر من البائع كيف يقدر يفهم شي واحد، لا، هي قضية ديال ضغط الوقت والنظام ديال الخدمة. النصيحة واضحة من المصدر، صيفط ميساج واحد يكون واضح فيه شنو بغيتي بالضبط، وصبر شوية راه غادي يجاوب. فهمتك، يعني خاص الواحد يتأقلم مع طبيعة البلاتفورم اللي كيستعمل. تماما، ماشي بحال الهضرة في الزنقة. واخا ندوزو لحوايج اخرى ذكرها المصدر، سماها اسئله ممله. بحالاش؟ بحال تسول البائع اشنو كدير وانت هزيتي نمرتو من شي باج ولا اعلان باين فيه شنو كيبيع. هذه معروفة. اولا تسولوا على شي خدمه زعما ما عندها علاقه كاع بداكشي اللي كيدير. عطاونا مثال في المصدر، واحد كيبيع المجوهرات بالجمله وتسولوا واش كيصايب السيتات. هذه شوية بعيدة. ولا تسولوا على الثمن وهو ديجا مكتوب في الاعلان. هنا المصدر كيبين باللي كاين مشكل ديال عدم التحضير قبل ما تهضر ياك. هذيك هي النقطة الأساسية، كأن المشتري زعما ما دارش واحد المجهود بسيط باش يقرا المعلومات اللي ديجا محطوطة. طبعا ماشي بحال يلا شي واحد بغى غير يتأكد من شي معلومة، خصوصا يلا الإعلان ما كانش واضح 100%. فهمتك. ولكن الأصل هو تشوف المعلومات اللي كاينة أولا. المسؤولية ديال المشتري أنه يقرا شوية عاد يسول على التفاصيل اللي ناقصة أو اللي ما مفهوماش. اوكي، دابا كاين شي نقاط اخرى شويه حساسه اللي هضر عليها المصدر، بحال شي ناس اللي كيمشيو للنمره ديال الخدمه ويطلبوا المساعده زعما فلوس ولا شي حاجه. عاون خوك. هذه تا هي كاينة. وكاين عاوتاني ردود الفعل الخايبه فاش بنادم ما كيتفقش على الثمن، كيبدا يقارن بواحد الطريقه فهمتي مستفزه، راه لقيتو رخص في بلاصه اخرى. أولاً كيوصل الأمر للسب، وهذه أخطر حاجة. نصابة، شفارة. اييه، المصدر هنا كيحضر بزاف من هادي، كيقول لك راه ممكن توصل لعواقب قانونيه، جريمه الكترونيه. بالضبط، هنا المصدر كيوضح واحد الفكرة مهمة. ديك النمرة ديال الخدمة راها التجارة ماشي الجمعية الخيرية، وبالنسبة للثمن راه البيع والشراء أساس التراضي. ما عجبكش الثمن ماشي مشكل، بكل احترام انسحب. صافي ببساطه. إيه، المصدر كيشدد على الاحترام والاحترافية. أما السب والشتم راه كيدخل كما قلتي في الجريمة الإلكترونية وممكن توصل للمحاكم. خصنا نفهموا أن البائع حتى هو بنادم خدام على رزقه. اذا الخلاصه ديال هاد الشيء كامل اللي شفنا في المصدر شنو هي؟ الفكره الاساسيه هي ان شويه ديال الوعي وشويه ديال الفعاليه والاحترام في التواصل ديالنا مع الباعه عبر الانترنت راه كيفيدنا كاملين. أيه أكيد. الهدف كما كيقول المصدر هو نتعاونوا باش نتأقلموا مع هذا العالم ديال التجارة الإلكترونية اللي غادي وكيكبر. راه تغيرات بسيطة في الهضرة ديالنا كتقدر تدير فرق كبير. فعلا، وباش نختموا يمكن نخلي واحد الفكرة للتفكير للمستمعين كتبني على هادشي اللي قال المصدر، ولكن كتمشي خطوة للقدام. بما أن هاد القواعد ديال التواصل الرقمي ديما كتبدل وكتطور مع التكنولوجيا والوقت، كيفاش ممكن نتوقعوا هاد التغيرات في السنوات الجاية
والأهم كيفاش نقدروا كمشترين وكبائعين نوجدوا راسنا ونتأقلموا بشكل استباقي مع هاد التطورات باش العلاقة بيناتنا تبقى ديما مزيانة ومفيدة للجميع.